السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا إن أنت تكون عارفها، هي الأريز. إيه هي الأريز؟ هي حاجة المفروض إن أنت يعني هتدرسها باستفاضة في مادة الداتا ستراكشر أو في كورس داتا ستراكشر إن شاء الله هنزله عندنا برضو. خلينا نتخيل الفكرة بشكل بسيط جدا. لو انت عندك دلوقتي مكتبة في البيت، والمكتبة دي فيها أرفف، فلنفترض ان المكتبة دي فيها واحد، ادي رف، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة، فيها اربع ارفف. جميل. الاربع ارفف دول هتحط فيهم حاجات، ايا كانت الحاجات دي ايه. هي نفس فكرة الاري كده، ان انت عندك حاجة زي مكتبة كده، بتحجز مكان في المكتبة بتاعتك دي. معناه ان انت هتقول ان انا هاخد خلاص المكان ده كله كده بالنسبة لي، عايز اربع ارفف جنب بعض. تمام. احط فيهم حاجة معينة. طيب، ايه فكرة الاري؟ ان انا دلوقتي عايز احط، يعني عايز اجمع شوية ارقام مع بعضهم، او عايز اجمع شوية كلمات، او عايز اجمع شوية حروف، او عايز اجمع شوية اوبجكتس، ايا كان الحاجات اللي انا عايز اجمعها. فبالتالي ببدأ ان انا اخزن عندي في المكتبة كمثال، بحط هنا كتب وهنا كتب وهنا كتب وهنا كتب. بس الفكرة في الاري، خلينا نفترض بكل بساطة ان انا لو هنا مثلا احط كتب تعليميه، يبقى لازم هنا كتب تعليميه وهنا كتب تعليميه وهنا كتب تعليميه. يبقى المكان ده كله، الاربع طرفف اللي جنب بعض دول، لازم يبقى فيهم كتب تعليميه. فبالتالي نفس الفكره عندنا في السي، ان انا لو عايز احط ارقام، فبالتالي هنا لازم يبقى انت وهنا انت وهنا انت وهنا انت. طيب لو عايز احط فلوت، يبقى هنا فلوت وهنا فلوت وهنا فلوت وهكذا. مش في كل اللغات الموضوع بيمشي كده، بس احنا بنتكلم على السي دلوقتي. يبقى لازم الداتا تايب بتاعي يبقى حاجه يعني حاجه معينه بقى. لازم كل اللي في نفس الاري يكون نفس النوع. طيب احط حروف، احط كلمات، ايا كان. المهم ان هو بيحجز لي مكان في الميموري بتاعتي من غير تفاصيل. هتدرس التفاصيل في الداتا ستراكشر. المكان اللي بيحجزه لك في الميموري بتاعتك دي، بتبدا انت تحط فيه ايه، حاجات من نفس الداتا تايب. طيب، آه ايه برضه انا استفدت ايه دلوقتي؟ بدل ما يبقى عندي رقم مثلا اكس وواي وزد ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا، انا ممكن اعمل اري اسمها اكس، احجز بيها الاماكن دي كلها واحط فيها الارقام اللي انا عايزها، واحط فيها مثلا حاجه بسيطه جدا، ممكن احط فيها اسماء عملاء مثلا عندي في شركه معينه. فبالتالي عايز احط اسماء شركات الاتصالات، فعندك شركه كذا وشركه كذا وشركه كذا وشركه كذا. طيب، لو انا عايز انادي على اسماء الشركات دي، او عايز انادي على الارقام، او عايز انادي على اي معلومات في الاري، بيبقى عندي حاجه اسمها اندكس. ايه الاندكس ده؟ حاجه زي الفهرس كده. لما تيجي تفتح مثلا المصحف، عايز تعرف صورة كذا مكانها فين في المصحف، او اي، مش شرط المصحف، لما تيجي تفتح اي كتاب، عايز تعرف السكشن الفلاني في صفحة كام، هي دي حاجة اسمها الاندكس. ان انا اعرف فكرة الفهرس، ان انا اعرف الحاجة اللي انا بدور عليها دي فين بالظبط. فبالتالي بيبقى عندي في الاري الاندكس بتاعي بيبدأ من صفر، بعد كده واحد، بعد كده اتنين، بعد كده تلاتة. طيب، فنفترض ان انا احط ارقام، فانا هاجي هنا احط رقم مثلا، احط رقم 20 مثلا بالمنظر ده، معلش الخط مش كويس. وهنا مثلا احط 10، وهنا احط 11، وهنا احط 15. يبقى حطينا 20 و10 و11 و15. طيب انا دلوقتي عايز انادي على 20 دي، بقوم قايل له ايه، الاري بتاعتي اوف زيرو، يعني هات لي المكان رقم هات لي الحاجه اللي في المكان رقم زيرو في الاري. طيب، عايز رقم واحد، اقول له هات لي الحاجة اللي في المكان رقم واحد في الاري. رقم اتنين، هات لي الحاجة اللي في المكان رقم اتنين في الاري. رقم تلاتة، وهكذا بنفس السيكونس. ممكن على حسب ما انت حاجز مكان قد ايه، وهنتكلم دلوقتي في الكود ازاي تحجز اماكن، وازاي ان انت تبدا تتحرك في الاري بتاعتك. على حسب ما انت حاجز قد ايه، تبدا ان انت تحط القيم بتاعتك دي. ممكن تحطها كلها، تحط اسماء، تحط حروف، تحط ايا كان اللي انت عايز تحطه. طيب، خلينا دلوقتي نفتح الكود بلوكس ونبدا نطبق. اظن كده انتوا فهمتوا فكره الكونسبت بتاع الاري بتاعي. نحط هنا دايره بالمره. طيب، عندي مكتبه وفيها اربع ارفف، بس بشرط ان أنا لازم الاربع ارفف اللي عندي دول يتحط فيهم حاجه من نفس الداتا تايب. هنا انتجر يبقى لازم كله انتجر، هنا اسماء يبقى كله اسماء، هنا حروف يبقى كله حروف، وهكذا. طيب، ده الكونسبت. ليه انا بستخدمه؟ عندي مثلا عايز اجمع اسماء الافراد العيله مثلا، فبدل ما اعمل نيم 1 ونيم 2 ونيم 3 ونيم 4 ونيم 5 ونيم 6، لا، انا هعمل حاجه اسمها array فيها اندكس 0 و1 و2 و3 وهكذا لحد 6، اللي هم 6 اسماء. او الاندكس بتاعي هيبقى من 0 ل5، لان لو جيت تعد يبقى عندك 0 1 2 3 4 5. طيب، يبقى الاندكس عندي دايما بتاع الاري بيبدا من 0، بس انا هحجز كام مكان؟ هحجز 6. يبقى خلينا نعد تاني كده. لو انا هنا مثلا المثال اللي عندي ده،
انا حاجز كام مكان؟ 4 اماكن، بس الاندكس بتاعي من 0 ل 3. يبقى خليك فاكر دلوقتي، انا لما اجي احجز مكان انا هقول له احجز لي 4 اماكن، 1 2 3 4، حجز لي 4 اماكن. طيب انا دلوقتي لما اجي انادي الاندكس بتاعي بيبدأ منين؟ الحاجة الأولانية عندي محطوطة في صفحة رقم كام؟ محطوطة في صفحة رقم 0. الحاجة التانية محطوطة في صفحة رقم كام؟ في صفحة رقم 1، وهكذا. في ما بينهم ناقص 1، يعني في ما بين ما تتلخبطش، حاجة بسيطة جدا، نفتكر الرسمة دي. طيب خلونا نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده بكل بساطة. نفتح الكود بلوكس. طيب ازاي انا اعمل لها ديكلاريشن؟ ازاي انا اعرفها؟ ممكن اقول هنا انت زي اوف 5. طيب زي اوف 5 معناه انا بقول له احجز لي 5 اماكن. يعني ايه احجز لي 5 اماكن؟ هنا طبعا 5 اماكن نوعهم انت، يعني هم هيتحط فيهم انتجرز، قلنا اتفقنا ان هو لازم يبقى نفس الداتا تايب، فبالتالي هيتحط فيه 5 ارقام انا عايز احطهم نوعهم انتجر. طيب هنا انا قلت له انت وزي، وعملت المنظر ده، هركز في السنتكس، وقلت له احجز لي 5. ما انا كده قلت له احجز لي 5. طيب في طريقه تانية، لازم انا طبعا اقول له السايز بتاعت الحاجه اللي انا بحجزها دي قد ايه، ما ينفعش اديله حاجه في الهوا كده. فبالتالي لو جيت هنا قلت له انت اكس وسبتها فاضيه، ما حطيتش هنا السايز، المفروض هنا السايز بتاعي، لو انا ما حطيتش سايز لازم اديله الاليمنتس بتاعتي بالمنظر ده. فبالتالي هنا هو عارف ان 1 2 3 4 5، اكني هنا بالظبط قلت له اكس اوف 5، مفيش اي فرق. هو بيفهم لو انا عملت له كده، بيعد الحاجات دي ويفهم ان هو عنده 5. طيب واي اوف 2، ممكن احط هنا 2 واقوم قايل له حط لي فيها حاجتين. ممكن اقول ان هي تشار ان اوف 4، فاحط فيها، دي عباره عن array of characters هتحط فيها 4 حروف، انا حطيت فيها 1 2 3. ممكن نحط كمان حرف، نقول له ايه مثلا، طبعا احنا متفقين الحروف بتتحط بالمنظر ده. طيب جميل. خلونا دلوقتي نتكلم، ممكن يبقى فلوت برضو، احط 3 ارقام فلوت، هو هنا فاهم ان في 3 من غير ما انا اكتب له، بس لو انا مش هعمل لهم initialize بالمنظر ده، يبقى لازم اكتب له هنا 3. يعني لو انا هشيل دي كده، اقول له الاول ايه؟ احجز لي 3 اماكن، زي ما كنا بنقول كده بالظبط، انت اكس مثلا، وبعد كده قايل الاكس بتساوي 5. فانا ممكن ان انا اقول، او ممكن اقول هنا انت اكس بتساوي 5. نفس الفكره ممكن اقول انت الاري بتاعتي دي، معناها ان في اري عندي بتساوي الارقام بتاعتي، او ان انا اقول انت زي، بعد كده ابدا اعمل لهم سكان، او ابدا ان انا اعمل لهم ايا كان اللي عايزه. طب انا دلوقتي عايز اعمل سكان لل5 ارقام دول في الزي، تمام؟ فلنفترض ان انا عايز احط ارقام مثلا في الزي، نكتب هنا بوت ان زي، هنحط مثلا ارقام 20 30 40 50 60. يبقى كده عندي كام رقم؟ 1 2 3 4 5، وانا حاجز 5 اماكن. طيب اعمل سكان ازاي؟ انا اعمل سكان اف عادي، احط برسنتج دي. ليه برسنتج دي؟ لان الداتا تايب بتاعي نوعه انتجر. بعد كده اقول له حطها لي فين؟ حطها لي في زد اوف 0. معناها ايه زد اوف 0 اللي انا عملتها دي؟ طبعا ما ننساش الامبرساند، قعدت انبه عليها كتير. طالما انا بتعامل مع انتجر بحط امبرساند او فلوت او ايا كان. الحاجه الوحيده اللي مش بحط امبرساند لو بتعامل مع سترينج، برسنتج اس. طيب هنا هعمل سكان، اقول له حط لي الرقم، خلينا نعمل برنت الاول، اقول له بليز انتر فيرست element، حط لي الاليمنت الاولى، او حط لي الرقم الاولاني، او بلاش element خليها نمبر عشان احنا عارفين ان هو نمبر. طب بلاش نمبر خليها انتجر عشان برضه نبقى ايه، عندنا شويه دقه. نعمل باك سلاش ان. طيب انا دلوقتي معناها اللي هعمل له سكان هنا هقوم حاطه فين؟ احطه في الزد اوف 0. انا عندي هنا 5 اماكن، يعني عندي 0 1 2 3 4، كده 5 اماكن. الاندكس بتاعي بيبدا من 0. اول اليمنت عندي من ال5 بحطها في مكان اسمه 0، بحطها في صفحه رقم 0، بحطها في اندكس رقم 0. طيب تاني اليمنت بحطها في رقم 1، تالت اليمنت في 2، وهكذا، في ما بينهم 1 دايما. طيب عايز بعد كده اعمل الكلام ده 5 مرات، لان انا عندي 5 اليمنتس. ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. طيب بالمنظر ده هنحط هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا بالمنظر ده هنحط 4. طيب يبقى انا دلوقتي عندي زد اوف 0، يعني المكان رقم هنا اهو، ده الزد اوف 0 بتاعي مثلا، وده الزد اوف 1، وده الزد اوف 2، وده الزد اوف 3. طيب انا دلوقتي الرقم اللي هاخده هحطه في زد اوف 0، هحطه في المكان ده.
بعد كده الرقم اللي بعده احطه في زد اوف واحد، وهكذا وهكذا وهكذا. نخلي دي كده بالمنظر ده عشان ما يبقاش فيه لخبطه. ده السكند، وده الثيرد، وده الفورث، وده ايه الفيفث اللي هو الخامس. طيب يبقى انا عندي الخامس بيتحط في اندكس رقم 4، الرابع بيتحط في اندكس رقم 3، لان انا ببدأ من الزيرو. فلو جينا نعد هنا 0 1 2 3 4، يبقى الاندكس عندي عبارة عن خمس ارقام للاندكس، بس ببدأ من زيرو. طب الارقام بتاعتي عبارة عن انا حاجز كام مكان؟ حاجز 5 اماكن. نركز في الحتة دي، ما فيهاش اي لخبطة، بس ايه يعني لازم تكون ان انت عارفها. طيب طبعا المنظر ده مش حلو خالص ان انت تبدا تعمل سكان تقعد تكرر. طالما عندك حاجه بتتكرر كذا مره، بنخش في حاجه اسمها اللوب، هنبدا ندرسها ان شاء الله. هناخد حاجه اسمها وايل ودو وايل، وحاجه اسمها فور لوب في السي. طيب بس مؤقتا دلوقتي عشان نتعامل مع الاري هنتصرف بالمنظر ده. فبالتالي انا دلوقتي لما اجي ارن البرنامج بتاعي هيقول لي حط لي الفيرست انتجر والسكند والثيرد والفورث والفيفث. طيب عايز بعد ما اخد القيم دي، فلنفترض ان احنا قلنا هنحط 20 30 40 50 60 لما نيجي نرن البرنامج. عايز انا الاليمنت رقم 3 هنعمل change element of index. بقول of index معناها ان هو الاندكس بتاعها، رقم الصفحه بتاعتها. of index مثلا 3 وset then set it او هنعملها set ايه change to كام. مثلا احنا عندنا اندكس رقم 3 دي اللي هو الرقم 50، هنعمله تشينج نخليه 55. اعمل كده ازاي؟ هقول خلاص احنا عملنا سكان وحطينا ال50 وهنشوف الكلام ده. هقول هنا زد اوف 5 زد اوف، احنا قلنا اندكس رقم 3، زد اوف 3 بتساوي 55. هو طبعا هيشوف اخر قيمه انا حطيتها اللي هي الزد اوف 3 ب 55. هنا احنا حطيناها ب 50، بعد كده هنغيرها نخليها 55. فالمفروض لما اجي اطبع هيديني 20 30 40 55 60. طيب نعمل برنت ازاي؟ بكل بساطه برضه هو البرنت اف كده، نقول فيرست انتجر هيساوي، نقوم قايلين برسنتج دي، ونيجي هنا نقول له ايه اطبع لي الزد اوف 0 بالمنظر ده. فالمفروض هنا هيطبع لي 20. نعمل باك سلاش ام، مننساش عشان المنظر ما يبقاش جنب بعضه ملزق. يلا بينا نعمل باك سلاش ان بالمنظر ده، باك سلاش ان. خلينا ناخدها كوبي تاني بعد ما نعمل باك سلاش ان. عندنا 1 2 كام اليمنت؟ 1 2 3 4. احنا عندنا كام اليمنت؟ عندنا 5 اليمنت. يبقى عندي زد اوف 0 وزد اوف 1 وزد اوف 2 وزد اوف 3 وزد اوف 4. دايما رقم الاندكس بيساوي n ناقص 1. يبقى لو انا عندي العدد if the number of elements equals n، لو العدد بتاعي عبارة عن n، تمام، الاندكس اعلى اندكس او الماكسيمم اندكس، ماكس اندكس اللي هي اخر حاجة، اخر مكان هخزن فيه، هيساوي n ناقص 1. خليك فاكر دي، خلينا نعملها كومنت. طيب انا دلوقتي هطبع زد اوف 0 و1 و2 و3 و4. هنا هنقول ده السكند. ممكن تجري الفيديو لو انت بتزهق زي حالتي. هنا نقول third، هنا نقول fourth، وهنا نقول fifth على بركة الله. يبقى المفروض دلوقتي هنحط احنا القيم دي 20 30 40 50 60، وبعد كده هنا غيرنا القيمة بتاعة الزد اوف 3 تبقى 55. خلونا نبدأ نعمل build and run. جه هنا قال لي ايه؟ قال لي بليز انتر فيرست انتجر. هنحط كام؟ قلنا هنحط 20. بعد كده قال لي حط السكند انتجر 30 40 50 60. المفروض يطبعهم. جاي يطبع هو قال لي الفيرست انتجر ب 20، سكند انتجر ب 30، الثيرد انتجر ب 40، الفورث بقى ب 55 مع اني مدخله ب 50 لان احنا عملنا هنا ايه؟ هنا كده لو نيجي نجيب دي كده جنبها الزد اوف 3، خليتها الزد اوف 3 اللي هي اهي، زد اوف 3 اللي هو الفورث انتجر، خليتها ب 55. فبالتالي لما جاي يطبعها طبعها ب 55. بس كده لحد كده انت بقى عندك خلفيه كويسه جدا عن الاري. هتدرس الموضوع ده باستفاضه ان شاء الله في الداتا ستراكشر.
اتمنى تكون حلقة سهلة واكون وصلت المعلومة بشكل كويس ان شاء الله. شكرا لكم واشوفكم في الحلقة الجاية.